ايه الحكاية ورا تصريحات نتنياهو في قناة 24 الإسرائيلية؟ يا ترى فعلا هو المخلص زي ما بيقول؟ وليه رأفت الهجان المخابرات المصرية لما جندته في إسرائيل سموه ليفي كوهين؟ ملفات وأسرار خطيرة وحقائق خفية لازم تعرفها. بس قبل ما أبدأ هات قهوتك وركز معايا. أنا إسلام أنور، بقدم محتوى سياسي للمواطن البسيط اللي عايز يعرف الخلاصة. نبدأ منين الحكاية؟ تعالى نبدأ من المخلص اللي هو المهدي المنتظر عند السنة، والإمام عند الشيعة، والمسيح المنتظر عند المسيحيين، وهو بوذا الخامس عند البوذيين، وهو المسيح عند اليهود. كل ديانة من دول أهلها معتقدين إنه في شخص هيجي يخلصهم من العذاب والظلم والقهر ويعمل لهم الدولة الكبيرة اللي يعمها السلام والمحبة والخير. ولحد هنا أنا هوقف الكلام في الموضوع ده علشان مش عايز أدخل في جدل ديني، أنا بس بقول لكم الكلام ده للمعرفة. ولكن لما نيجي نبص فلسفيا، كل الديانات دي بتتلاقى في حتة معينة وهو اللي جاي، فمفيش نار من غير دخان. ولكن السؤال هنا، هل الدخان ده هو شخص مرسل من السماء ولا درجة عالية من الوعي لكل شخص بيحس من موقعه إن عنده المسؤولية إنه يقيم دولة العدل والسلام ونبذ الحروب والظلم من واقع خلفية دينية تحمل تعاليم سمحة واقتداء بالرسول أو النبي الذي أرسل بها؟ وهسيب لكم انتوا التحليل ده في التعليقات، تكتبوها لي وتشاركوني بيها. نرجع بقى للمسيح أو مخلص اليهود، واللي بيعتقدوا إنه هيكون قائد عسكري وملهم روحي سيجمع شتات اليهود ويقيم دولة إسرائيل الكبرى وينهي عقود من الفقر والظلم والاستحقار لليهود، ويفرض سيطرته على الدولة وينهي الحروب بمحو الأعداء اللي اعتدوا واحتلوا إسرائيل الكبرى. وهم مين؟ مصر، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق. أنا بصراحة بحترم صراحة نتنياهو، فهو طلع في الأمم المتحدة ومن على المنصة وطلع وأظهر للجميع خريطة في 2024، فكل اللي سقفوله بيدعموه وبشدة. فاوعوا تتغروا من تصريحاتهم السياسية ومهاجمتهم عليه أو مهاجمتهم للجرائم الإسرائيلية، فما هي إلا لتحسين الصورة أمام شعوبهم. هو قالها أمام العرب جميعا، واحنا قاعدين بنشتم وننظر على بعض في التعليقات، واولاد الوطن الواحد بيتفرقوا وبيقتلوا بعض. ودلوقتي بعد استنفاذ جميع الطرق وجميع الحيل والضغوطات والاغراءات لتهجير الفلسطينيين، بتبدأ تنفيذ الخطوة التانية وهي سيناء، مصر والعراق. وبيقولها بكل صراحة ان المخطط اسرائيل الكبرى، لا حماس ولا أسرة ولا بتاع. فكل دي كانت مسرحيات مع عملاء، وطبعا انه مرسل برسالة روحية فده معناه ان دي رسالة مزدوجة. فهو بيقول رسالة فيما معناها انا المخلص، انا المسيح، انا القائد العسكري اللي هينهي ظلم اليهود واقامة دولتهم الكبرى. فدي رسالة لمصر وباقي الدول المعنية اللي موجودة داخل خطة الخريطة الكبرى، ان انا مش هقف ابدا وهعمل كل الطرق والحيل عسكريا واقتصاديا وارهابا ومؤامراتيا لإسقاطكم. وده كارت تفاوضي لخفض سقف المطالب والضغط على الأطراف التانية للقبول بطموحاته ومطالبه. وبيقول لهم، أو بمعنى أصح بيقول لمصر لأنه مش فاضل غيرها، بطلي عناد وصمود، لأنه خسائرك هتبقى ضخمة وأنا مهما حصل مش هقف عن اللي في دماغي. أما الوجه الآخر للرسالة فهو متوجه للوبي الصهيوني المنتشر في كل حتة في العالم، وبيقول لهم أنا المخلص اللي جيت علشان انفذ احلامكم وطموحاتكم. انا الملك العسكري اللي هيقيم الهيكل واقضي على كل اعداء اسرائيل الكبرى، واعد لكم تابوت العهد. ادعموني بكل قوة وادعموني بكل نقطة ايمان جواكم. انا المرسل من السماء لشعب الله المختار. فالكلمات البسيطة اللي قالها نتنياهو بعد استنفاذ كل ادوات الترهيب والترغيب والخداع كانت رسالة لن اتوقف وهوريكم وش التاني وهحارب بكل قوة، مدعوم بكل يهود العالم واللوبي الصهيوني، فارقعوا احسن لكم. وطبعا اقتراح شراء مليون شقة في مصر اللي هيكون ثمنهم 50 مليار دولار، حد سأل نفسه هيجيبهم منين؟ اسرائيل منهارة ومش قادرة تسدد اقساط ديونها، والناس هناك واقفة طوابير علشان تاخد اكل من الجمعيات الخيرية. طبعا الممول معروف وهو اللوبي الصهيوني العالمي، وده مجرد أداة. نرجع بقى لمسلسل المخابرات المصري رأفت الهجان، واللي مصر زرعته هناك باسم ليفي كوهين. وبعيدا عن أحداث المسلسل الرائع واللي بيظهر
قوة وعمق المخابرات المصرية. لكن في حاجة مهمة جدا لا المسلسل اتكلم عنها ولا حد اتكلم عنها: اختيار اسم ليفي كوهين. كوهين في العبرية معناها الكاهن بالعربية، أما ليفي في العبرية معناها المنتمي أو الموصول أو المدعوم أو المرتبط. فاسم ليفي كوهين معناها الموصول بالكهنة أو المدعوم من الكهنة أو المنتمي للكهنة، اللي هم في اليهودية بيسموهم أحبار اليهود. فالاسم ده ليه واقع عقائدي وديني قوي جدا جدا، لأن المسيا أو المخلص هو الشخص الناجح عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وبيوظف كل أدواته وإمكانياته لإقامة الحلم اليهودي. أهم شروطه إنه يكون مدعوم بأحبار اليهود اللي بيمدوه بالمعلومات والخطط والدعم الروحي للسحر المطلوب والطقوس العليا. فهنا بتظهر عبقرية المخابرات المصرية في فهم عمق وأسرار المعتقدات اليهودية والميثولوجية القائمة عليها. اختاروا له اسم له مفعول السحر عندهم لكل اللي يقابله ويفتح له الأبواب المغلقة، فهو من اسمه المخلص القادم بإقامة إسرائيل الكبرى، حلمهم التاريخي. فلو أنت مهتم بالسحر اليهودي يبقى أنت لسه ما سمعتش عن التعويذة المصرية. السلام عليكم.